ممكن متعاندة، ولن تجد له وليا مرشدا. ايه ايه الفرق بين الرشد هنا والوازع والتدبر والتفكير؟ هو اجتماع الثلاثة هذه في شخصية واحدة، ولهذا ندر مثل هذا لكنه موجود. ولن تجد له وليا مرشدا. ده من بقى الذي أعرض عن ذكر الله رب العالمين أو أضر ضر أو استكبر أو فلن تجد له وليا مرشدا. من هنا كان هذا التعليق من الأستاذ العقاد بيقول إيه؟ بهذه الآيات وما جرى مجراها اللي احنا عرضناها دي، قال له هل أتبعك على أن تعلمني من معلمت رشدا؟ يقول بهذه الآيات وما جرى مجراها تقررت ولا جرى فريضة التفكير في الإسلام. وده اللي كان بيجلها الأستاذ سيدنا الشيخ الغزالي عليه رحمة الله. بهذه الآيات تقررت فريضة التفكير. يبقى أي قوة بتسعى لتعطيل أي درجة من درجات العقل أو درجة يبقى قوة معتدية على فريضة. واضح كده؟ بهذه الآيات وما جرى مجراها تقررت ولا جرم فريضة التفكير في الإسلام، وتبين منها أن العقل الذي يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يعصم الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور ويوازن بين الأضداد ويتبصر ويتدبر ويحسن الادكار والرواية، وأنه هو العقل الذي مش يقابله الإدراك، لا، العقل الذي يقابله الجمود. إن وجدنا آباءنا على أمة، أو ده أنا واخد أبويا واخد عهد مش عارف إيه، ده أبويا شيخ الطريقة قال إيه. قال العقل ده بالأنواع دي هو العقل الذي يقابله الجمود والعنت. هو كده وخلاص، ما تفكرش دي شغل الكنايس مش شغل عندنا. كان بينزل السبحة وكان بيشوف. طب من اعترض انطرد. اسمه ايه ده؟ والمريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. يعني يعمل في كل يعمل، ما هو ميت بقى. فالعقل ده بالدرجات دي بالانواع دي هو العقل، مش اللي يقابله الجنون، لا، هو العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال، وليس بالعقل الذي قصاراه من الإدراك أنه يقابل الجنون. هذا هو المقصد الأول من مقاصد القرآن الكريم، وهو إحياء وتحريك وتغذية ملكة العقل بأنواع الثلاث، من وازع، من متدبر، من مفكر. تلك هي أو هذا هو المقصد الأول من مقاصد القرآن، إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله رب العالمين أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يوفقني وإياكم دائما لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.